تقريبا مفيش حد في مصر او في الوطن العربي الا ما بيتكلم عن الصيام المتقطع. الصيام المتقطع ببساطه هشرحه لكم واشرح لك ازاي تاخد منه اقصى فايده ممكنه. فكره انك تعمل صيام متقطع تاكل 8 تصوم 16، هو طبعا ليه درجات، او تاكل 12 و12 12 و12 او 10 14 او 8 16 او 6 18، مش مشكله. الفكره انت هتعمل ايه ان بتوين في بروجرام الدايت نفسه. الصيام المتقطع بشكل عام ان احنا بناكل في فتره وبنقعد فتره ما ناكلش. ده بيأثر علينا في ايه؟ بيأثر على ضبط هرمونات جسمك. هرمونات اللي عندنا زي الجروث هرمون يبدا يزيد، ده هرمون عندنا بيبدا يبني العضلات، بيبدا عندنا يزود معدل الحرق، بنسيطر على نسبه الانسولين في الدم، بنقاوم حاجه اسمها انسولين ريزيستنس اوبيستي اللي هي السمنه الناشئه عن مقاومه جسمك للانسولين. اشهر شكل من الصيام المتقطع انك تاكل في 8 ساعات خلال 8 ساعات وانك تصوم 16 ساعه. طبعا هو ليه درجات. لو واحده بترضع وعاوزه تعمل صيام متقطع ما ينفعش ابدا تعمل 8 16، المفروض تعمل 12 ساعه اكل 12 ساعه صيام. تاني مرحله لو حد بدا يعمل دايت لاول مره ولا حاجه ممكن برضو يبدا 12 12، بعدين بعدها باسبوع ياكل في خلال 10 ساعات ويصوم 14 ساعه. ثالث مرحله وهي دي افضل مرحله انه ياكل في 8 ساعات ويوصل 16 ساعه صيام. بعض الناس بتوصل معاها انك تقول لك خلال الاسبوع كل وجبه كل 24. هنا انت بتعمل حاجه اسمها ستارفيشن، بتجوع جسمك بشكل عالي جدا، ودي مرحله خطره جدا وبتعمل مشاكل. طيب 8 16 اللي هو افضل شكل واحسن شكل فيهم، يا ترى انسب وقت ناكل فيه ايه؟ ده يختلف من شخص للتاني، لكن لو بنتكلم على الظروف اللي احنا عايشين فيها، انت كبني ادم بتنام مثلا 12 مساء بتصحى 8 او 10 الصبح، يبقى افضل وقت ليك انك تاكل من 12 الظهر ل 8 مساء. طيب من 12 ل 8 بقى هتعمل ايه؟ لازم نعمل بروجرام دايت. لو عاوز تعرف بروجرام دايت متماشي مع انك تاكل في 8 ساعات وتصوم في 16، ابعت لنا في الكومنتس وهقول لحضرتك تعمل ايه. طيب ادي الصيام المتقطع، هخس ولا هيحصل؟ في شويه اسرار كده في الصيام المتقطع. النهارده فيديو الاسرار. من ضمن الاسرار دي انا كنت كلمتكم عن الجارسينيا. اقرا عن الجارسينيا تلاقي شعر. الجارسينيا موجوده في الادويه، موجوده في الكروماكس، موجوده في الفتاش جايد، موجوده في سيلفستر 1، موجوده في ادويه كتيره جدا. طب ليه هي منتشره في ادويه؟ لان الجارسينيا النبات نفسه، طبعا النبات نفسه لونه اخضر، لكن هنا احنا بنتكلم عن الجارسينيا المجففه اللي بتعرف توصل لنا بشكل تجاري. الجارسينيا من الحاجات اللي بتسد الشهيه جدا، من الحاجات اللي بتزود عندنا معدل الحرق، ومن الحاجات المهمه جدا لتحويل الدهون لطاقه. كأن عندك 10 عمال وعندك جبل من التراب او من الاسمنت، والفجأة ال10 عمال دول بقوا 100 عامل، اكيد هتنجز بشكل احسن. دي الجارسينيا. الجارسينيا كنبات ناشفة بالشكل ده. هتعمل ايه؟ هتنقعها من الليل 3 او 4 قطع، هيتنقعوا من الليل في ميه. تاني يوم قبل فطارك بنص ساعة هنمضغ واحدة، قبل غداك هنمضغ واحدة، قبل عشاك هنمضغ واحدة. حابب بعد كده لو انت مش عامل صيام متقطع تمضغ تاني مفيش مشكله. حابب ان بتوين بين مواعيد الوجبات تمضغ من الجارسينيا، هيبقى شيء كويس ومفيش منه مشكله خالص. طيب ده بالنسبه للجارسينيا. السائل بقى اللي احنا نقعنا فيه من الليل، حضرتك لو خلصت عشاك على الساعه 8 مساء سخنه واشربه الساعه 10 مساء. طب ده شكل من الاشكال. طعمها عامل ايه يا دكتور محمد؟ طعمها زي زي التمر الهندي. لو التمر الهندي اللي هو الاصلي مش المشروب، التمر الهندي اللي جواه بذر، نفس ميزز جدا جدا جدا. الشكل ده او الطعم ده لو انت بتستحمله هو افضل وضع ممكن. في منها بقى الباودر. الباودر يا جماعه بالشكل ده. طبعا الباودر بيبقى فيه خلاصه. الباودر احنا قلنا الجورسينيا كنبات، حضرتك بتمضغها بتديك طعمها في بقك لوحده بيخليك نافر من الاكل. لكن الباودر الميزه الثانيه اللي فيه انه هو بيبقى اقوى 3 او 4 اضعاف من النبات نفسه. طيب اخده ازاي بقى؟ نص معلقه بتتحط في كوبايه ميه مغليه ويتعمل مشروب زي الشاي. طعمه عامل ازاي؟ طعمه عادي جدا. نصيحتي ليك بقى الباقي بقى اللي راكز تحت اللي احنا بنقول عليه بالبلدي كده التفل، لا ده مش تفل، ده هو النبات نفسه. دي الخلاصه اللي احنا عاوزينها. فكل شفطه حضرتك بتشربها المفروض بتقلب الكوبايه وتشرب مره ثانيه. يعني الكميه كلها تدخل جوه جسمك تاني. نص معلقه على ميه مغليه بقى زي الشاي الكشري، طعمه عادي جدا لاي حد بيعمل دايت، ولو مش بتعمل دايت طعمه مقبول جدا. عاوز تحط عليه سكر دايت حط عليه سكر دايت، بس لازم دايما تقلبه وانت بتشرب. ليه؟ عشان العصاره نفسها الخلاصه نفسها تدخل جوه جسمك. بيتاخد ازاي؟ كوب قبل الفطار قبل الغداء قبل العشاء، وينفع تاخده كمان بعد العشاء. الصيام المتقطع
ما ينفعش تاكل قبل او بعد ال8 ساعات اللي اتفقنا عليهم، لكن ينفع تشرب مشاريب بدون سكر. هنا الجارسينيا اختيار غير طبيعي. طيب اخدنا منها مرتين او 3. في حاجه تانية ممكن نشربها، الاشوجاندا. الاشوجاندا زي ما قلنا هي حاجه شبه السواك شويه، ده العشب الاصلي. طبعا ممكن تطحنه بالهون، يا اما تغلي نص معلقه وتشربه برضو مرتين بس في اليوم بين الفطار والغداء وبين الغداء والعشاء، او تطحنه في الكبه بتاعت التوابل وتحول لبودر وتعمل فيه نفس القصه اللي عملناها في الجارسينيا، ويتشرب مرتين في اليوم. يبقى كده احنا خدنا 3 مرات او 4 مرات من الجارسينيا ومرتين من الاشوجاندا. تمام. ان بتوين برضو يفضل ناخد حاجه زي البيرني. البيرني عباره عن ايه؟ كلمتكم عليه كتير جدا لو تفتكروا. هو عباره عن خلاصه قهوه خضراء مع خلاصه حاجه اسمها دالشيني. دالشيني ده حاجه شبه القرفه شويه، بتظبط مستوى السكر في الدم، وكمان معاه خلاصه الكاكاو الخام، الكاكاو الزيرو المستخدم في الشوكولاته الدارك، فبيظبط معانا المزاج وكمان بيزود الحرق. ناخده كم مره؟ ناخده مرتين في اليوم. يبقى التركيبه بتاعتنا من ضمن اسرار الصيام المتقطع انك تاخد معاه الثلاث حاجات دول: البيرني مرتين في اليوم، اشوجاندا مرتين في اليوم، الجارسينيا 3 أو 4 مرات في اليوم. لو تخيل انك شربت كميه المشروبات دي كلها، تتكلم على 7 أو 8 كوبايات في اليوم مشروبات. طيب خلي منهم 1 أو 2 قبل ما تبدا صيام، 1 أو 2 بعد ما تخلص الصيام، وان بتوين خد 3 أو 4. ده هيعمل معاك ايه؟ هيحول جسمك لمحرقه دهون، لان كل الحاجات دي بتشتغل معانا على معدل رفع معدل حرق الجسم. لو خسيت نص كيلو بس، شكلك لاي بني ادم هيبقى خاسس 2 أو 3 كيلو في خطوات بسيطه جدا. الصيام المتقطع ممتاز، لكن ليه اسرار. من اسراره البيرني، الاشوجاندا، والجارسينيا. طيب هو لازم بيرني باي نيم؟ لا، ممكن نستغنى عنه بالقهوه الخضراء، بس بيرني باي نيم مختلف تماما. الكوكتيل ده ما ينفعش لمين؟ لو انت مريض قلب، لو انت مريض ضغط دم مرتفع غير مسيطر عليه، uncontrolled hypertension، ما ينفعش ناخد البيرني خالص. لكن لو انت مريض ضغط عادي ومسيطر على ضغطك وتاخد دواك، ينفع تاخده مره. لو انت بني ادم طبيعي تاخده مرتين. غير كده سواء الاشوجاندا سواء الجارسينيا، الاثنين كويسين جدا بالنسبه لك. النهارده كمان يعني انا مستضيفيني في اورجانو، بعمل الفيديو ده من عندهم. هم كان عندهم مجموعه اللي اسمها مجموعه الحرق، تكفي معانا تقريبا فتره شهر او من 3 أسابيع لشهر، تمشي جدا مع الصيام المتقطع. المفروض المجموعه دي ب 320 جنيه. هم عاملين اوبشن لمتابعين دكتور محمد رحيم او متابعين السوشيال ميديا بتاعتي، مش لازم تكون متابع معايا، اي حد متابع السوشيال ميديا محمد رحيم ليه اوبشن ان العرض ب 270 بدل من 320. وانا شاكر جدا ليهم. لكن صدقوني صيام متقطع من غير الحاجات دي حاجه، وبالحاجات دي حاجه تانية خالص. كان معاكم محمد رحيم. لو عاوز تعرف صيام متقطع مع الادوات دي، مع الاشوجاندا والجارسينيا والبيرني، يتعمل ازاي، اكتب لي في الكومنتس وهبعت لك بروجرام الدايت اللي هيقدر فعلا خلال شهر يحول حياتك حاجه تانية. اشوفكم على خير. تقدروا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر والانستجرام وقناة اليوتيوب.